عسلامة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة وبألف خير. في البداية حبيت نعلق على تعليق جميل جاني من عند صديقتي سحر اللي سألت: هو فما بيت ما فيهش فوضى؟ وفما تعليق ثاني جاني منها قالت إنه ما نجموش نعيشوا من غير فوضى وكراكيب. صحيح، بعض الناس تعيش في فوضى، لكن بالنسبة ليهم تكون فوضى خلاقة. عندهم مشاعر معينة مع حاجات موجودة في البيت تشجعهم وتجيب لهم طاقة إيجابية. لكن أنا في الفيديوهات هذه نحكي على الفوضى السلبية. هي حاجات موجودة ومتراكمة وإحنا ما نستحقوهاش وما نستعملوهاش. كل ما نشوفوها نتفكروا حاجات سلبية وتحسسنا بالضيق أو الملل أو الإحباط. شكرا سحر على سؤالك. ونواصل في سلسلة الترتيبات. مازلت في جزء الصالون، نظمت الأوراق الإدارية رتبتهم في خزانة التلفاز، وتوا باش نتعدى للمكتبة الصغيرة الموجودة أيضا في الصالون. مكتبتي الأساسية هي هذه، كتبتي في الأرفف العليا والأولاد ماخذين آخر رف. كيف ما تشوفوا وصلت الحالة من الفوضى الرهيبة. الروايات والكتب الموجودة في المكتبة متوزعة بين اللغتين العربية والفرنسية، أما الكتب الدينية وكتب القرآن فموضوعة في ركن آخر، والأربع أو الخمسة روايات اللي عندي باللغة الإنجليزية موجودة في ركن ثاني. أول ما بديت بالطبيعة بإفراغ كل الرفوف. طريقة الترتيب الحقيقة أني كل مرة نغيرها. مرة رتبت حسب الألوان، مرة حسب الحجم. آخر مرة كنت مرتبة كتب الروائية وحدها، ثم وزعت الروايات حسب المؤلفين والمترجمين التوانسة ثم العرب، ومقسمين حسب اللغة العربية والفرنسية. توا وزعتهم حسب دور النشر. حبيت ناخد فكرة على وزن كل دار نشر، أنهي أكثر دار ناخذ من إصداراتها وأنهي اللي مش قاعدة ناخذ من الإصدارات متاعها. وفي الأخير لقيت إنه شكل المكتبة متاعي مش باش يخليني نبرز الكتب والروايات كيف ما نحب. خيرت أني نوضع الروايات اللي نحب نقراها ونسيتها بما أنها مش قدامي في الرفوف الأولى، واللي مش نقراها حاليا أو قريتها في الرفوف الأخيرة. وتأكدت من حقيقة أني بحاجة لمكتبة ثانية في أقرب فرصة.
نوصلوا لختام فيديو وهكا رتبت المكتبة في الأخير. كنت تحبوا جولة تفصيلية في العناوين الموجودة قولوا لي في التعليقات. قولوا لي زادا كان وصلتوا المكتبة في تنظيماتكم الحالية وإلا لا. الفيديو الجاي إن شاء الله باش يكون حول تنظيم المطبخ وصيدلية المنزل. ما تنساوش تفعلوا الجرس إذا حابين تجيكم إشعارات وقت نزول الفيديو. هكا مبقى لي كان نقول لكم نحبكم برشا ردوا بالكم على رواحكم وبالسلامة.